عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كفتة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا، وعملنا مكرونة عادية خالص ومفلفلة هي جميلة. انا مش عارفة الصراحة هي لونها فاتح عشان خاطر الطماطم خضرا ولا لا لونها حلو كده، بتكتبولي في التعليقات. فعلا الكاميرا ظلمة لون الكفتة، طعمها خطير جدا ومكوناتها بسيطة جدا، أكن جبنة من عند الحاتي. يلا نبتدي ونشوف ايه هنشوف مكونات ايه. جبت نص كيلو لحمة، والبصلة دي انا كنت شايلاها من الشيش طاووق، انا كنت محتاجة ميته بس، ومصفية ميتها، واخدة بس البصلة وبس ملح وفلفل اسود بس لا غير، وصفيت بس ايه البصلاية، وخدت ميتها حطيتها في الطبق اللي جنبي، وهحط عليها حبة زيت صغيرين عشان اشمع بيها. ماشي. وبعد كده اعمل ادعك اللحمة كويس جدا، ولو ايدك بتوجعك حاجة حطيها في الكبة على مرتين او 3 مرات واضربيها وحطيها ايه على اساس ان البصلة تبقى ايه مع اللحمة جامد، متبانش البصلة منها. فمعلش هناخد وقت بقى في موضوع الايه ان احنا بنعجنها جامد، هناخد وقت بس فيها بس عشان تدي نتيجة حلوة، لان لو ما دخلناش الكفتة جوه البصلة هتلاقي ايه سبع كفتة وبارز كده منه ايه البصلية. فهو الاحب ان انت تعمليها في كده بس براحتك، لو عايزة تعمليها بايديكي ادعكيها. انا شايفة تاخد وقت شوية. بعد كده ايه هنصبع. طريقتها سهلة جدا جدا وبسيطة ومفيش الا تربيها بس هتعجبك جامد جدا جدا، ولا محتاجين بيكنج باودر ولا محتاجين اي حاجة. في ناس بتحب تحطها مكعب مرق دجاج، فبرضه ده اختياري وبراحتك، بس هي في كلا الحالتين بصراحة بتطلع زي الفل. وفي ناس بتحط في مية البصلة مع حبة الزيت بيحطوا معلقة صلصة على اساس ان هي بتديها ايه لون محمر كده. برضه كل ده ليكي ايه الاختيار فيه، ان انت تحبي كده او كده براحتك يعني. دي شفاطة بتاعت العصاير، عايز تعمليها بيها عندك مثلا اعمليها ماشي، عندك شفاطة اعمليها بيها عشان تعمل الفراغ اللي جوه دوت يبقى شكله حلو برضه ما تبقاش ملبوسة. او عصيات الشيش طاووق، كوني كده ايه حوالي 5 أو 6 كونيهم واعملي بيها برضه بتساعد جميلة جدا وتديكي شكل حلو. وبقى احط مية ايدي في مية البصل اشمعها واحطها ايه واحطها في الصينية. عايزة تحطيها بالعصاير زي الشيش طاووق براحتك برضه بتدي منظر حلو. عايزة لا تحطيها من غير العصاير الشيش طاووق براحتك كده او كده بتبقى شكل حلو. مرة برضه كنت بعملها لكم بعصاير الشيش طاووق بتبقى برضه بشكلها جدا في التقديم، متبقاش شكلها وحش ولا حاجة، بتبقى شكلها جميل اوي في التقديم. هنصبع ونخلص الكمية اللي قدامنا دي. اهم حاجة نيجي تدوسي عليها جامد على اساس ما تفكش منك، وليه كده مش حتى انتوا واخدين بالكم من في العصاية هتبصي بعمل بيها اشكال يعني ايه تشكليها براحتك على اساس ان هي ايه جامدة معايا مش مفرولة. يعني الصبع ماسك نفسه، لو خدتوا بالكم بصي الصبع ماسك نفسه. تبقى زي كفتة الحديد بالظبط. وفي تكاية كده أخيرة خليكي معايا هوريها لك، هتبقى زيها بالظبط زي ايه زي كفتة الحادي بتشوي على الفحم. هخلص الكمية اللي قدامي وبعد كده هوريها لكم شكلها في الفرن عاملة ازاي. ماشي.
ربنا يسعدكم ويسعد أيامكم، ويجعل القليل في ايديكم بركة بإذن الله. شوفوا انتوا رأيكم ايه وقولي في التعليقات، لو في جديد قوليلي برضه نتعلم بعض. بس انا الطريقة دي فعلا كله حبيبها مني، بيقولي جميلة جدا. عايزة تزودي التكات زيادة، خلصنا السوسيدات اهي، احطها في الفرن على درجة 180، وافتح 180، وافتح المروحة. مفيش مروحة خلاص، كده كده لونها من غير حتى مروحة لونها بيبقى جميل. وولعت لها حتة فحمية، هي دي بقى التكاية اللي بقولكم عليها، دي اللي بتوديها في حتة تانية خالص. ماشي، ايه رأيكم في لونها؟ قولولي هنا جميل عاجبني عن لون التقديم، بس هي فعلا التقديم مظلومة يعني. بس هنا بطلعها واحط الفحمية في طبق، يا ريت يكون طبق ستانلس او ورقة ألمونيا، على اساس ان الازاز ما يطقش ولا حاجة. بس واحط حبة زيت صغيرين. ماشي، هي دي بقى اللي بتوديها في حتة تانية جامد جدا. وبعد كده اخمرها، والف هنا والشفا. تعالوا اتفضلوا معانا.